مربى الفراولة وجمالها ان شاء الله نعملها مع بعض وتكون جميلة كده بإذن الله. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض مربى الفراولة بكل تفاصيلها ان شاء الله تطلع حلوة كده. يلا بينا. ادي الفراولة اهي بعد ما غسلتها وسبتها تصفى، ناخدها كده نقطعها قطع. لو انت عايزاها تكون قطع معاكي خلي الفراولة قطعها كبيرة شوية. انا هقطعها كده اهو، والصغيرة بحطها زي ما هي لان انا حاباها تكون قطع بالشكل ده كده اهو. اما تجيب الفراولة نوعها كويس بتطلع حلوة معاك المربى. بتبقى جميلة جدا وموفرة جدا لما تعملها في البيت. شوفي بقى الكيلو بره بكام، هاتي انت كده كيلو وجربيه ان شاء الله ما هتشتريها تاني من بره. ادي الفراولة اهي بعد ما قطعتها كلها. هنيجي بقى نحط عليها السكر. شايفة اهي الصغير حطها زي ما هي، ودي قطعة اهي بالشكل ده كده. هنحط بقى السكر عليها. الفراولة كيلو بياخد حوالي نص كيلو سكر. لو انت عايزاها مسكرة شوية، عايزاها اقل من كده براحتك زي ما انت عايزه. ادي السكر حطيته عليها، هقلبه فيها كده بالراحة اهو. شايفة الكمية دي كلها هتهبط بعد شوية اما تحط عليها السكر، وبعد كده برضو في التسوية هتهبط خالص اهو. هقلبها بالشكل ده كده وهسيبها بقى حوالي ساعة في التلاجة او ساعتين حسب الوقت المتاح. شايفة الكمية بقت عاملة ازاي؟ طلعتها بعد ساعة من التلاجة. شايفة السكر داب اهو، بقى شربات تحت اهو. شايفة اهو، والكمية قلت. السكر اللي داب ده بقى هو اللي هيسوي لي المربى. ما بتحطلهاش ميه خالص. نحطها في حاجة بقى كده، حل ألمونيا او حاجة ما تلزقش اهي. هفضها فيها عشان الحلة دي هتلزق فيها المربى وهتتلسع، انما الحلة الألمونيا مش هتلزق. ننزل بقى كل الفراولة، او لو في سكر لسه ما دابش هننزله برضو. وهناخدها بقى كده وهنحطها على النار. اهو بوريكي بقى السوائل اللي فيها من غير ما حطينا فيها ميه. ده السكر اللي احنا حطيناه، والفراولة نزلت معاه برضو اكيد ميه. ادي الفراولة اهي. ادي الفراولة اهي، نقلبها كده مع بعض. في الاول كده بس على ما تبدأ في الغليان والتسوية تديلها النار عالية. بتكون النار عالية شوية اول ما تبدأ في الغليان بالشكل ده كده اهو. خلاص كده انا هوطي النار خالص وهديه. واي حاجة تظهر بقى في الرغوة بتاعتها، الرغوة اللي بتطلع فوق دي تشيلها على طول، لان ديت بتكون مش حلو في المربى، بتعمل لي كتل بيضة كده ما بتبقاش مستحبة في المربى، ما بتعرفيش اصلا تشتريها بعد كده.
اي رغاوة تظهر على الوش كده بنشتلها. ده خطوة مهمة جدا في اي مربى. وكل ما اهي شايفة بتبدأ تروق معانا خالص اهي وتقل معانا الرغوة. كل ما حاجة بتظهر انا بشتلها، كل اللي بيظهر في الوش انا بشتغله. ده بتخلي المربى رايقه وجميله، بتبقى حلوه قوي صافيه كده وجميله. في المرحله دي بقى اما توصل معاكي باللون الحلو ده والكميه بتاعتها تقل خالص كده، تقدري تحط بقى الماده الرابطه اللي هي تمسك لي المربى مع بعضها. تقدري تحط ملح ليمون او ليمون عادي اهو. دي اخر حاجه خالص، بتقدر تحط الليمون او الملح الليمون. الملح الليمون حلو جدا برضو، ماده حافظه بتفضل المربى فتره كبيره. واقولك على سر المصانع، الماده الحافظه اللي هما بيحطوها اسمها بنزوات الصوديوم. ساعات بتبقى موجوده في الصيدليه وساعات بتبقى موجوده عند العطار. اسمها بنزوات الصوديوم، تقدر تحط منها نص معلقه. ولو انت عايزه تحط حاجه للون، حاجه اضافيه، انا ما كنتش عايزه حاجه احطها بس هي لونها كان جميل، انا حبيت اعمل الخطوه دي علشان اللي حابب يعملها. لو لون الفراوله عندك مش حلو تقدر تحط معلقه جيلي فراوله، تاخد شويه منها كده وتحط عليهم جيلي فراوله وتنزلهم عليه، تظبط له اللون جدا والطعم والقوام، بتبقى حلوه قوي. لو انت حباها كده زي ما هي قطع تقدر تسيبها كده قطع. لو انت حباها بقى مهروسه وناعمه خالص تقدر تجيب الهاند بلندر وتضربها بيه او تضربها في الكب. لو وصلت معايا لغايه هنا ما تنسيش تدعمني باللايك والاشتراك في القناه وتفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لك كل فيديو جديد انا بعمله. هقولك ازاي تعرفي ان اي مربى عندك استوت اهو. تجيبي كده معلقه وتحطيها كده في المربى وتطلعيها، تاخدي فيها كده خط بايدك اهي، نزليها كده فيها، تاخدي بقى كده خط بايدك في نص المعلقه. لو الخط رجع لبعضه بسرعه تبقى كده لسه ما استوتش، لو ما رجعش بسرعه تبقى كده استوت وخلاص تمام. هنسيبها بقى تبرد علشان نفضيها في البرطمان. مرحله البرطمان دي بقى مهمه جدا، لازم يتعقم. انا غسلته كويس جدا وعقمته في الفرن. شايفه المربى بقت عامله ازاي بعد ما هديت وبقت جميله وتقلت وبقت عسل. اهم حاجه البرطمان يكون متعقم كويس جدا، تحطه في الفرن وما يجرالوش اي حاجه، بس ما تطلعهوش على سطح بارد. مثلا يكون الرخامه بارده والبرطمان سخن هيفرقع منك وهيتكسر. اهم حاجه يكون البرطمان تسيبيه يبرد في الفرن اهو. هننزل بقى جميع المربى فيه كلها كده. شايفه لونها عامله ازاي وجميله ازاي وقوامها حلو جدا ما شاء الله تحفه. لو الفيديو عجبكم متنسوش باللايك. مع السلامه.